السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة. جايبه لكم النهارده وصفة حلوة قوي وهي الكنافة بالمانجا. ولو اول مرة بتشوفيني انا زينة ودي قناتي، وتابع الفيديو النهارده معانا وان شاء الله يعجبك، واعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. ويلا بينا نشوف وصفة النهارده ونشوف المقادير اللي معانا. ومعانا النهارده حوالي نص كيلو من الكنافة، انا كنت اشتريته وحطيته في الفريزر عشان يتجمد. ليه بنعمل الخطوة ديت؟ علشان لما نيجي نكسر الكنافة تبقى سهلة في التكسير وتتكسر لقطع صغيرة جدا، وتقدري تكسريها بايديكي زي ما احنا شفنا او ان انتي تعمليها في الكب. وهنضيف عليها حوالي 3 معالق من السكر البودر، وهنقلبهم كلهم مع بعض زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنجيب حوالي كوباية من الزبدة المذابة. وطبعا عارفين كلنا ان الحلويات هي روحها السمنة البلدي. طب لو ما فيش، هنستخدم يا اما زبدة او اي سمنة انت بتفضليها. وهنبدأ نقلب كل الكنافة مع الزبدة مع السكر لحد ما يختلطوا كلهم مع بعض. وهنبدأ نجيب أي صينية متوفرة عندك وهنبدأ نفردها زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وبعد ما فردنا كل كمية الكنافة اللي معانا هنبدأ نضغط عليها زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هناخدها على الفرن على درجة حرارة متوسطة وعلى الرف الأوسط. ولو مش عايزة تعملي الخطوة دي تقدري ان انت تحمري الكنافة في الزبدة عادي، وبعد كده هتفرديها في الصينية وتبدأي تشتغلي عليها. وعقبال ما الكنافة تتحمر معانا في الفرن هنبدأ نعمل الشربات. طب مقادير الشربات ايه؟ هنستخدم النهاردة حوالي كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية. ده يعتبر شربات متوسط. اهم ملحوظة ان احنا نستخدم نفس الكوباية علشان تبقى معانا المقادير مظبوطة. وبعد ما نقلب السكر مع المية هنبدأ نضيف عصير نص ليمون. وبعد مرور 10 دقايق على الشربات تقدروا تضيفي له فانيليا. وفي الحالة ديت هنستخدم الشربات سخن مع الكنافة برضو سخنة. يا دوبك هنخرجها من الفرن وهنبدأ نضيف لها الشربات. ليه بنعمل كده؟ علشان احنا عايزين الكنافة بتاعتنا تبقى طرية. وبعد كده هغطي الكنافة واسيبها تبرد تماما. ويلا بينا نشوف هنعمل الحشوة بتاعتها ازاي. ومعانا حوالي كوباية كبيرة من الكريم شانتيه، يعني تقريبا ربع كيلو، وهننزل عليها بكوباية من اللبن المثلج. ودلوقتي علشان اعزز لها طعم المانجا هبدأ اجيب حوالي نص كوباية من المانجا البيوريه واضيفها على الكريم شانتيه. ودلوقتي هبدأ اضيف معلقتين من الكريم باستري، بتديها طعم حلو قوي وبتخلي طعمها غني. وهبدأ اضربهم كلهم بالمضرب زي ما احنا شايفين لحد ما يبقى القوام تقيل معانا، يبقى القوام كريمي زي ما احنا شايفين كده. وبقى معانا احلى حشوة كريمة بطعم المانجا.
وبعد ما اتأكدنا ان الكنافة بردت تماما معانا هبدأ اضيف طبقة الكريم شانتيه. وهبدأ افرد الكريم شانتيه زي ما احنا شايفين كده الحشوة اللي معانا. اهم حاجة واهم ملحوظة لما نيجي نفرد الكريمة لازم الكنافة تبقى باردة تماما. ودلوقتي هبدأ اضيف مكعبات صغيرة من المانجا على الوش زي ما احنا شايفين كده. وطبعا لو ما عندكيش مانجا تقدري تستخدمي الفاكهة اللي انت عايزاها. انا بس بوريكي الطريقة، بس الاضافات دي بتاعتك انت، تقدري تضيفي الحاجة اللي انت عايزاها. اهم حاجة لو هنضيف مثلا قطع فراولة يبقى هنضيف في حشوة الكريمة بيوريه فراولة. يعني ايه بيوريه؟ يعني انا هضرب الفراولة او المانجا بدون مية. اظن ان طريقتنا سهلة النهاردة، وخصوصا للناس اللي لسه مبتدئة. يعني لو جربتيها هتطلع من ايديكي زي العسل. اهم حاجة تعملي نفس الخطوات وتخلي بالك من الملاحظات اللي انا قلتها. طب الطبقة الخارجية ديت هنستخدمها ازاي؟ هنجيب معانا جيلي مانجا بطعم المانجا، لان احنا طبعا مستخدمين النهاردة كنافة بالمانجا. وفي اي بولة صغيرة هبدأ افضي باكت الجيلي اللي معانا، وانزل عليها بحوالي كوباية من المية السخنة. ولو لسه معايا لحد دلوقتي ومتابعاني، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. وهبدأ انزل بجيلي المانجا اللي احنا عملناه على وش الكنافة من فوق زي ما احنا شايفين. هبدأ انزل بقى عليها واحدة واحدة. اهم حاجة ان احنا ما نسيبش فراغات. وبعد كده هنبدأ نحطها في التلاجة نسيبها 3 4 ساعات. وبعد كده هتدوقي احلى كنافة بالمانجا كأنك شارياها بالظبط من بره. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.